الكل بفكر ان ايلون ماسك بيسيطر على العالم بس من خلال الاقمار تبع ستارلينك اللي مغطيه سمانه، لكن اللي بيحصل حاليا في الارض ومن وراء الكواليس مرعب. الذكاء الاصطناعي الجديد جروك فضيحه تقنيه جديده بتهدد خصوصيه الكل بسبب توليد صور حساسه وتعريتها الواقع بشكل ما يتخيله عقلك. ورجعنا لكم بمقطع سبايس يا رجل. طبعا الحبيب ايلون ماسك خارب امها هالفتره بسبب الذكاء الاصطناعي اللي اسمه جروك، واللي قادر انه يولد لك اي صور ممكن تتخيلها، شيء يخص من تعرية الواقع، من صور مشينه، من اشياء مخله في الاداب، ومن ناس امراض عقليين قاعدين ياخذوا صور البنات ويصمموا عليها اشياء مخله في الدين. فلذلك هذا المقطع يخص اكثر شيء البنات وليس الشباب. البنت اللي متخيله نفسها فاشينيستا، ترند الموضه، رقم واحد عالميا في الترند، وتقعد تنزل صورها كاني رقم واحد عالميا في انستغرام وسوشيال ميديا وجميع المنصات، وفي آخر الطريق تبكي كهذا النقا المحترم. A few moments later. وعشان الناس اللي سمعت بالموضوع واللي ما سمعت بالموضوع راح نشارك معكم هذا المقطع ونشرح بعدين شو القصة. عارفين سؤال السنة في كارثة جروك والصور الجنسية لأطفال ونساء حقيقيين المولدة بالذكاء الاصطناعي ومغرقة منصة إكس شنو؟ إنه إذا ماليزيا وإندونيسيا حظروا جروك وفرنسا والهند والمفوضية الأوروبية وأستراليا وبريطانيا وغيرهم اتخذوا إجراءات ومواقف رسمية شديدة اللهجة. ليه لحد هسه إيلون ماسك ما اتخذ خطوة تذكر؟ لا، هو يا ريته ما اتخذ خطوة وبس، عمل الأدهى، خلى بس المشتركين اللي بيدفعوا يقدروا يولدوا صور بجروك على إكس. طبعا زي ما شفتم حبيبنا إيلون ماسك وفر الخدمة هذه للمتخلفين باشتراك مدفوع. يعني إذا كنت أنت من شلة الشباب اللي بدها تسوي هالمصايب بدك تشترك مع إيلون ماسك. ما هذا يا رجل، ما هذا. نعرف إحنا منصات جيمينا، شات جي بي تي يحضر الأشياء هذه مجرد ما تقول له والله ألبسني بيكيني عشان أبدو حلو، ما يرضى يسوي لك هالأشياء بسبب قيود تفرضها شركة جيميني وشات جي بي تي. لكن صديقنا إيلون ماسك قال والله شوف، أنا هذا التطبيق بخليه ذكاء اصطناعي مشهور بزيادة، يسوي أي شيء ممكن تتخيله وباشتراك شهري للمتخلفين. ويب يا عزيزي المشاهد، خلنا نشوف شو تكملة الخبر هذا كله. وبحسب تقارير الموضوع ما غريب، بل جزء من إرث مشين ممتد. وجروك من البداية تقدم كأحد أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي إثارة للجدل بالخيارات السكسي والسبايسي. وماسك على قمة الهرم مؤمن بفكرة إنه أي تقنية عشان تنجح لازم يكون فيها شوية حاجات سبايسي، حتى إنه استشهد بقصة حرب أشرطة الفيديو القديمة بين VHS وبيتا ماكس، إنه VHS تفوق لأنه سمح بالحاجات السبايسي، فصناعة الإباحية تبنته بدري. ورغم إنه عوامل تانية ساعدت في تفوقه، بس زي ما عارفين على كم البشاعة في صناعة الإباحية والعري، فهي فعلا بتدخل أرباح ضخمة. لكن الكارثة لما يتحول المنطق ده لمبرر، حتى لما الموضوع يصل لتعرية أطفال ونساء بدون موافقة وعلى منصة عامة. يعني وبحسب تحليل لبلومبرج، جروك بينشئ 6700 صورة من النوع ده في الساعة الواحدة. يعني بنتكلم عن حوالي 160 ألف صورة في اليوم لنساء ولا لأطفال ولا حتى لرجال بينتهكوا علنا بشكل مخيف. ففاهمين حجم الإنتاج مرعب لأي حد، وكيف بيعبد في طريق سريع للابتزاز والإذلال والتشهير بسهولة غير مسبوقة. وعارفين الآيرون الأكبر وسط الضجة دي كلها، البنتاغون قرر يعتمد جروك ضمن مشاريع ذكاء اصطناعي داخل وزارة الدفاع الأمريكية. فشنو اللي حيخلي ماسك أصلاً يحس إنه لازم ياخد خطوة لورا؟ فالخلاصة، الذكاء الاصطناعي كان متوقع يستغل لأغراض لا أخلاقية زي دي. لكن النقطة المفصلية منو الماسك المقود؟ لأنه لما يكون الماسكو مستعد يتسامح مع انتهاك بالحجم ده ويتخلى عن أي اعتبارات أخلاقية عشان الربح، فالمشكلة بتبطل تقنية وبتبقى أخلاقية وقانونية وإنسانية. وكذا زي ما شفت يا عزيزي وعزيزتي المشاهدة، الوضع ما يطمن صراحة. يعني صار في أشياء فوق الخيال أقسم بالله. أنت الحين قاعد تنشر صورك على سوشيال ميديا، انستغرام، فيسبوك، تويتر، هالأشياء، فجأة تلاقي نفسك في واحد أخذ صورتك وسواها على أشياء مش تمام. بس إنه إيلون ماسك ما قرر إنه يتخذ خطوة إنه يلغي هالأشياء، قال لا بوفرها بفلوس. بس في دول عربية حاليا وفي دول أجنبية قاعدة تلغي موضوع تويتر اكس هذا من منصات جوجل والاشياء هذه عندهم في بلدهم الخاصة. لذلك النصيحة راح تكون للبنات، وضبط لي احلى موسيقى للنصيحة. ومعنا ومعكم فاتنات السوشيال ميديا، دلوعة بس كيوتة، فاتنة الصحراء، جميلة نوفمبر، دلوعة دادي، الترندية المتواضعة، وفي ختامها بنت الأكابر. أيوة طبعا دالحين يعني أنت شو وضعك لما راح تنزلي مرة ثانية صورك على السوشيال ميديا؟ شو تنتظري بالضبط؟ منتظر الشباب يقولوا أوه ماي جاد بيبي؟
ترى والله قاعد بحكي لكم الموضوع هذا جد، يعني تخيل انت قاعد الان تنزلي صورك على السوشيال ميديا، يجي واحد كذا راسه مربع ياخذ صورك تسوي عليها عدة اشياء يضبطهم كذا ويرجع يرسلهم لك ويبتزك فيهم. فلذلك يا عزيزتي شنو راح تسوي الحين؟ تروح تجيبي كوباية الشاي تبعك المضبوطة كذا، تقعدين قدام صفحتك الرئيسية والصورك اللي انت منزلتهم تمسحيهم. بحكي لك ليش؟ لانه في بعض الاهالي راسهم قندرة بيصدق اي شيء يشوفه. حاليا احنا في عصر الذكاء الاصطناعي، اي شيء بيصير يتخيله واقع. فلذلك انا نصحتك وقد اعذر من عنذر. ويب، هذا كان مقطعنا اليوم. لا تنسوا الاشتراك، ضبطوني بلايكات، اضبطكم باشتراكات، ضبطوني انتم باشتراكات اول. المهم هذا كان مقطعنا لليوم، سلام. او طبعا حبيت اقول شيء قبل ما اروح، ان شاء الله المقطع هذا يضرب، يا رب يا رب يا رب يضرب ترند كذا واصير مشهور يا رب. سلام. We not the same, my nigga, my word was all that I had. I broke up with broke, I've been two into having and good with the math. Ay. I count up and count up the niggas who fronted on me doing bad. Look. أعمال السفينة لأجل أعمال السفينة، أعمال السفينة المتعبة، ومن شدة تنظيف جين للسفينة المتسخة أصبحت حاملا من شدة التعب. ورجعنا لكم بمقطع سبايس يا رجل. ومن شدة التعب أصبحت